بس الغريب بقى إنه تحول تقريبا 180 درجة بعدها للعقلانية الصارمة والمنطق الوضعي، بالذات بعد ما درس في أوروبا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي عمل النقلة الكبيرة دي؟ هو زي ما تقول ده كان رد فعل مباشر، رد فعل على اللي شافه حواليه من جمود فكري وخرافات في المجتمع وقتها. يعني شاف الوضع وحس إنه لازم يطير. تماما. سفروا لأوروبا عرضوا بشكل مكثف للثقافة العلمية للعقلانية الغربية، وشاف فيها نموذج يعني ممكن يساعد في مواجهة التخلف ده. فكان عايز يستورده. هو دعا بقوة لتبني المنهج العلمي الغربي وثقافته العقلانية، وده ظهر بوضوح شديد في كتابات زي الكتاب اللي كان اسمه الثورة على الأبواب، وبعدين بقى اسمه الكوميديا الأرضية. اللي انتقد فيه المجتمع وتقسيمته دي؟ بالظبط. انتقد فيه بالشدة فكرة إن في سادة عايشين فوق زي ما قال، بمعزل عن باقي الشعب اللي عند سفح الجبل. كان شايف إن جزء كبير من الحل هو استيراد المنطق الوضعي. تقصدي بالمنطق الوضعي اللي هو بيركز على الملاحظة والتجربة بعيد عن الغيبيات والميثودولوجيا